وكارثة جديدة محدش يعرف ايه هي حصلت في الصين. الصين النهاردة حذرت شعبها كله انه يخزن كل مستلزماته الاساسية. نهار اسود على الكلام. زي الاكل مثلا وكل اللي يحتاجوه علشان حالات الطوارئ. لكن المشكلة الكبيرة ان هم ما قدموش اي سبب للي قالوه، وحرفيا هم مخبيين حاجة كبيرة ومش عايزين يقولوه. لكن ده حصل وسط عمليات الاغلاق المستمرة بسبب فيروس كورونا. تفتكروا ايه تاني ايه ممكن يكون حصل؟ هي ليه الصين متهمة بانقراض اسماك القرش؟ بيتم اصطياد القروش هناك مش مجرد ان هي وجبة شهية. لا احنا صينيين بقى ولازم نكون مختلفين في كل حاجة. الصيادين هناك بعد ما سمكة القرش بتدخل شباكهم بياخدوا منها الزعانف فقط، وبيرموا السمكة في المية مرة تانية، وهي ونصيبها بقى تموت متأثرة بجراحها او تموت من الجوع والعطش، او اي سمكة تانية تفترسها. زمانك دلوقتي بتسأل نفسك هم بيعملوا ايه بالزعانف دي؟ زعانف القروش في الصين بتستخدم في طبق شوربه، وطبق الشوربه ده بيتمتع بشعبيه كبيره قوي هناك، زي الفول والطعميه هنا مثلا. واكتر من 1,000,000 سمكه قرش بتقتل سنويا بالشكل ده علشان ياخدوا منها الزعانف فقط ويحولوها لطبق شوربه. ودي من اغلى الاكلات البحريه هناك، وسعر الكيلو الواحد ممكن يوصل ل $600. وهناك تجاره الزعانف وارباحها الماليه بالدولارات. انت بتتكلم جد؟